يا دكتور كريم، انا عندي ميه بيضاء وبيتقال لي انواع عدسات كتير، ايه العدسه الانسب ليا؟ لازم نبقى فاهمين ايه معنى الميه البيضاء، وهو ان عدسه العين اللي ربنا خلقها حصل فيها تغيرات بيبقى السبب الرئيسي فيها تقدم السن، وبالتالي العدسه دي بتتحول من عدسه شفافه بتمر ضوء من خلالها الى عدسه معتمه. بالتالي بيبقى علاجها الوحيد اننا نشيل العدسه المعتمه دي، وزي ما شلنا العدسه لازم نستبدلها بعدسه اخرى بتتزرع داخل العين وبتفضل مدى الحياه وبتقوم بالدور اللي كانت العدسه الاصليه بتقوم بيه. ومع التقدم والتكنولوجيا اللي بتتطور كل يوم في صناعه العدسات، بقى عندنا انواع كتيره جدا من العدسات بنقدر نستخدمها في علاج العين. في طبعا العدسات احاديه البؤره، ودي العدسات المستخدمه في معظم الحالات بعد عمليات الميه البيضاء. وعندنا العدسات التوريك، ودي عدسات بنقدر بيها نعالج الاستجماتيزم داخل العين بعد العمليه. واخر حاجه عندنا العدسات متعدده البؤر، ودي من خلالها بيقدر المريض يتخلص من نظاره القراءه بعد العمليه تماما. وهنا بيجي دورنا بعد الكشف على المريض وعمل الفحص اللازم اننا نختار له نوع العدسه الانسب ليه واللي تديله اعلى جوده رؤيه. وده بيخلي دلوقتي عمليات الميه البيضاء حاليا زيها زي عمليات تصحيح الابصار في سهولتها ودقه الرؤيه بتاعتها.